اول ما تبان انك طيب الناس بتحطك في خانه العبط على طول، وتلاقيهم شايفينك كده في الوضع اللي هو ايه، فلان ده طيب قوي على نيات، لا 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 ده ملوش في حاجه، ده هيوافق على طول. وناس تانية لو احتجت منهم مساعده بغض النظر عن وضعهم او ايا كان هم مين، ممكن يحسسوك انك شحات. ومن هنا اقدر اقول لك اسكت، عشان كرامتك اغلى من اي حاجه في الدنيا. متشكر جدا على التفاعل بتاعكم، بس يا ريت ما تنسوش اللايك. انا عارف انكم بتنسوا وانا لازم افكركم. وبالنسبه للفوت اللي عملناه يوم الجمعه، اللي هو كان بيقول اننا ندمج الشخصيات الايجابيه في وسط المواقف بتاعتنا، لقيت نسبه كبيره جدا كانت موافقه على دمج المواقف الايجابيه، وده يبان من الفوت. بس لما قريت بعض التعليقات عن فكره الفوت يعني، اكتشفت انها كانت مقنعه اكتر من نتيجه. وفعلا الناس كلها عارفه المواقف الايجابيه، فملهاش اي داعي اننا نذكرها، لان هيبقى تضييع وقت. لان البرنامج ده توعوي اكتر من ان هو بيعرض شعارات، والفايده بتكون عن طريق عرض المشكله واقتراح الحلول اللي احنا بنعملها مع بعض، يعني مش انا لوحدي. ولكن لو عرضنا مشكله محلوله جاهزه، اعتقد انها مش هتبقى مفيده، او هتفيد الجانب النفسي بس. وعموما انا هحاول ارضي جميع الاطراف، والكلام ده هيكون عن طريق اني احكي موقف واحد ايجابي في وسط المواقف اللي انا بحكيها في كل فيديو. ولو لقيت التفاعل عليه كويس، هيبقى كل فيديو فيه موقف ايجابي ان شاء الله. تمام. ولازم تعرفوا حاجه مهمه جدا، وهي ان المحتوى ده مش هدفه اننا نخلق روح عدائيه ولا الكلام ده، لا خالص. ده هدفه ان كلنا نعرض المواقف اللي بتحصل معانا، عشان كلنا نستفيد ونتبادل الخبرات مع بعض، وبس كده. ويلا بينا، عشان بجد المواقف بتاعت النهارده اكيد حصلت لكتير منكم. انا مش ضد مساعده اي حد، ولو عندي اكتر من اللي بقدر اديه ما كنتش اتاخرت. بس احيانا بيكون في شويه طمع نتيجه اني بفتح دراعي على الاخر، وده اللي حصل معايا في القصه بتاعت النهارده. ودي قصه حصلت معايا انا يعني شخصيا. كنت بودي بنتي درس كل يوم في مكان قريب من البيت كده، وكنت ساعات بسيب العربيه واطلع اودي البنت للدرس فوق، وبعد كده انزل. اول لما انزل كنت الاقي المساحات بتاعت العربيه مرفوعه، والحركه دي بتتعمل ساعات لما يكون في حد بينظف لك العربيه، وبعد ما يخلص يقوم رافع المساحات كده زي ما انتم شايفين. قال يعني هو كده خلص تنظيف خلاص. وانا بصراحه الحركه دي بتضايقني جدا، مش عارف ليه، لاني مش بكون انا دايما اللي طالب ان العربيه تتنضف، واحيانا بتكون العربيه نظيفه وبتلمع وبرضه بيعملوا كده. بس احنا كشعب مصري اتعودنا خلاص على الحركه دي، وبقينا بنعتبرها جزء من اساسيات الحياه، مفيش مشكله. المهم بقوم منزل المساحات واقعد اتشعبط على الكبوت عشان انزل الناحيه التانيه، وبعد كده اركب العربيه وامشي. بس طبعا قبل ما امشي الاقي الكائن ده طلع لي من تحت الارض كده، بيضحك لك كده وبيسلم عليك كانه عايز حاجه. وبرضه احنا كشعب مصري مسالم ومش بيحب المشاكل، بقوم مطلع اللي فيه النصيب وبديهوله. والقصه دي منتشره جدا في مصر كلها، بس هي مش موضوعنا هنا، خلينا في صاحبنا ده. كل مره اروح اودي البنت للدرس واطلعها وانا نازل لازم الاقيه رافع المساحات، وخلاص بقى عارفني بقى، وكل ما يشوفني يسلم عليا ويقعد يتكلم معايا ويفتح في مواضيع، ويحكي لي بقى عن معاناته في الشغلانه دي وبيحصل له ايه. وكمان يقعد يقول لي الكلام بقى اللي انتوا عارفينه ده، اللي هو ايه، انا على فكره خريج جامعه، ده انا كان عندي مشاريع وفشلت وكده يعني. واحيانا كان يطلع لي ورق كده مش مفهوم ويحاول يقنعني ان دي الشهاده الجامعيه بتاعته. وانا طبعا مش بحب احرج حد، فكنت ببين له اني مصدق اي حاجه كان يقولها، ببين له ان انا مصدق يعني بمعنى اصح، والدنيا في اللذيذ. لحد ما في مره حكى لي على مشكله حاصله عنده في البيت عنده يعني، ومحتاج ان انا اساعده. قال لي ان بنته في مدرسه، وان هم محتاجين المصاريف اليومين دول، وكمان عليه ايجار متاخر والدنيا بايظه معاه على الاخر. انا في الوقت ده كنت ما افكرش وانا بعمل حاجه زي كده، بس للاسف كنت غلطان، وهتعرفوا ليه. المهم رحت قايل له محتاج كام يعني، فراح قال لي كذا. رحت مطلع الفلوس ومديها له كلها. وانا بصراحه لما بعمل كده ببقى دايما مستني دعوه حلوه بالستر وراحه البال، فدايما اي حد انا بساعده لازم بطلب منه الدعوه دي، لازم. وده لاني بحس ان انا مخلوق ضعيف، ويمكن ساعات بحس ان انا اضعف منه ومحتاج الدعوه دي جدا. المهم انه شكرني بعديها، وانا انبسطت قوي اني حليت مشكله بني ادم، لان ده شعور جميل يعني بصراحه. والعلاقه بعد كده بقت اقوى، وبقيت كل ما اروح يقعد يرغي معايا. ومره لقيته بيديني التليفون عشان بنته تشكرني وتسلم عليا يعني وكده. المهم انبسطت قوي وحسيت ان انا عملت عمل بطولي. بس بعديها ظهرت المفاجآت الصادمه. بدأ يطلب مني فلوس بطريقه غير عاديه، وبارقام كبيره كمان. وكمان في الوقت ده كان شكله غريب كده شويه، يعني تحس ان هو على طول شكله لسه صاحي من النوم. عارفين الشكل ده، اللي هو كده تبقى عينيه مقفله، وشكل وشه كده كأنه واحد لسه قايم من السرير. يعني كان شكله يقلق وبيطلب طلبات غريبه، فكنت ساعات بديله اي حاجه كده، اللي في النصيب زي ما بنقول. بس كان بيعمل معايا مواقف بايخه جدا. يعني كنت وانا معايا عيالي في العربيه، انا ومراتي وعيالي يعني، عليه اول ما يشوفني يمسك باب العربيه كانه مش هيخليني اركب غير لما اديله اللي هو عايزه. فكان الموضوع مقلق جدا، لان كمان شكله كان بيعمل كده وهو غايب عن الوعي خالص ومش حاسس بنفسه. فقررت ان انا اعمل حاجه عمري في حياتي ما فكرت ان انا اعملها، وهي ان اراقبه.
واعرف ايه وضعه، وكمان اعرف بيودي الفلوس دي فين. وفعلا عرفت بيمشي امتى من المكان اللي بيقف فيه، ورحت ماشي وراه. ما اعرفش ايه اللي خلاني اعمل كده، بس كان نفسي يطلع مش كداب وان المساعده دي هو يستحقها. لكن للاسف اللي عرفته صدمني بالمعنى الحرفي. لما رحت المنطقه عنده واتكلمت مع الناس هناك، اتفاجئت ان بنته ولا في مدرسه ولا حاجه، ولا عمرها دخلت مدرسه اصلا. ودي كانت تمثيليه هم عملوها عشان يسحبوا مني الفلوس. حتى المكالمه اللي مع البنت كانت مكالمه تمثيل. الكارثه الفعليه بقى ما كانتش في ده، لا ده طلع مدمن مخدرات محترف. وطبعا انا عرفت الكلام ده من اهل منطقته ومن غير اي تحريات ولا حاجه. الراجل كان معروف بحواراته للاسف، كان مشهور. طبعا انا قررت بعدها اني ماليش دعوه بيه نهائيا. بس طبعا الموضوع مش سهل كده، لانه كان كل ما يشوفني يقعد يعيط ويقول لي انه مظلوم وليه انا بقيت بعامله كده. وكان بيعمل الموضوع ده بطريقه مؤثره جدا، لدرجه ان احيانا كنت بديله الفلوس وانا مش قادر افكر اعمل ايه. بس طبعا كنت بديله فلوس قليله لان عارف هو هيوديها فين. هو الفكره هنا في القصه مش انك تتكبر على اي حد او انك توقف مساعدات مثلا للناس المحتاجه، لكن لازم نبقى واعيين كويس جدا مين اللي هياخد المساعده دي، او بمعنى اصح مين اولى. طبعا عارف الموضوع مش سهل انك تعرفه، ولكن الواحد يستفتي قلبه وضميره وطبعا عقل. وبلاش تطمع الناس بكلام، ساعد على قد مقدرتك وبحدود. مش لازم تفتحها على البحر، ولكن ساعد وانت مصحصح وفاهم بتودي مساعداتك دي لمين. ونروح للموقف اللي بعده، اللي طبعا مختلف تماما بس فيه تشابه شويه، لان حاله الكلام اللي فيه بتكون سببها الاحتياج برضه. بس الاهم من الاحتياج الموجود العشم. الحل اللي بنقدمه هنا في القناه ملوش علاقه بالخبره في العلاقات. يعني الفكره كلها ان السن والتجارب اللي انا عشتها هم اللي مخليني عندي بعض الحلول اللي انا تقريبا شايفها من وجهه نظري انها منطقيه وصح. وكمان الحلول دي انا جربتها بنفسي وحلت لي بعض المشاكل في حياتي، ولسه ياما الحياه هتعلمنا وتدينا. فدي نقطه كان لازم اوضحها. المهم انت دوست لايك ولا لا؟ فين يا جماعه ال1000 لايك اللي انتوا عودتوني عليها؟ مش كده. في بيوت شكلها من بره مترابط وجميل، بس جواها في جو كده من التفكك والمسافات البعيده اللي بين افراد الاسره. عيله مكونه من 4 اخوات، بنتين وولدين، ابوهم وامهم ماتوا من زمان. البنت الكبيره كانت متجوزه وعندها ولدين، ومستواها المادي على قدها قوي، وجوزها راجل طيب. وزي اي بيت الدنيا ماشيه معاهم بالبركه، لانها ست شاطره تعرف تمشي امور بيتها بالبركه، وكل شهر بتستنى المرتب يجي على اخر لحظه. بس رغم كده عمرها ما اتاخرت في حاجه، كانت دايما اول واحده بتساعد وتقول انا اللي هشارك، حتى لو كانت المساهمه دي حاجه صغيره. اما البنت التانيه اللي هي الاصغر كانت شغاله في شركه كبيره ومرتبها محترم، وكانت عايشه حياه مستقله. ويمكن لانها مش متجوزه محدش حاسس بتعبها، لانها دايما كان بيتقال عليها ايه، دي مروقه نفسها. لكن محدش كان بيفكر هي بتصحى كل يوم الساعه كام، ولا الضغط النفسي اللي عليها من الشغل. وضيف على الضغط النفسي ده كمان الوحده، انها وحيده. الاخ الكبير بقى راجل محترم شغال في مكان جامد جدا وبياخد مرتب كويس قوي، يمكن يعتبر احسن مستوى فيهم. بس مشكلته انه بيحسب لكل حاجه. هو مش بخيل بس كمان مش كريم، وكان دايما يقول ايه، اللي معاه قرش يسوى قرش. وفعليا لما كان حد بيطلب منه اي مساعده، حد من اخواته يعني في مشكله، واقع في مشكله مثلا، كان يساهم باقل مبلغ، وساعات يقول ايه، انا شاركت معاكم باللي ربنا قدرني عليه. طبعا كان بيقول الكلام ده رغم ان الكل عارف ان هو يقدر يدي اكتر، بس هو شايف ان اي حد محتاج دي مش مسؤوليته، المفروض يدبر نفسه وما يعتمدش على المساعدات. اما الاخ الاصغر فهو ده بقى محور قصتنا، ده الوحيد اللي كان تعبان في وسطهم، لان المكان اللي هو شغال فيه فلس ومشوا كل الموظفين، وكمان ما قدروش يدوهم مستحقاتهم. فكان عنده ازمات ماليه على طول. حاول يدور على شغل اكتر من مره، ولكن كان دايما مش بيوفق. ومع الوقت الدنيا ضغطت عليه اكتر. هو ما كانش متجوز، بس كان قاعد في شقه ايجار، ده غير بقى الاكل والشرب والمصاريف الاساسيه، لحد ما الدنيا باظت معاه على الاخر. فبدا يحاول يكلم اخواته. في الاول كان بيتكسف يطلب منهم، لكن لما الدنيا قفلت ما بقاش عنده حل بديل، فبقى يلمح لهم ان هو محتاج مساعده. يعني كان يبعت لهم مسج كده على الموبايل يقول لهم فيها ايه، لو في مساعده بسيطه لحد ما الاقي شغل يبقى كتر خيركم. بس طبعا اللي حصل معاه هو ما كانش متخيله. اخته المتجوزه ساعدته اول ما عرفت، بعتت له مبلغ صغير على قد امكانياتها. وانت ما تعرفش كل بيت ماشي ازاي، مهما كان شكلهم الخارجي عامل ازاي. يعني ممكن يبانوا ان هم مرتاحين، ولكن طبعا الحقيقه اللي ورا كل باب محدش يعرفها. المهم راحت قايله له، انا اسفه يا حبيبي، ده والله اللي قدرت عليه، بس اي حاجه تانية محتاجها قول لي، ما تتكسفش. حس وقتها ان دي حنيه امه اللي ماتت رغم بساطه المبلغ، لكن الكلمه نفسها كانت عامله زي البلسم على روحه. الاخ الكبير بقى رد عليه بس بعد يومين، وراح باعت له مبلغ صغير كده اقل من المبلغ اللي اخته بعتته له، وقال له ربنا يسهل لك امورك وحاول تقلل مصاريفك شويه، عيش على قد دخلك، بلاش بعزاء على الفاضي. طبعا الاخ الصغير حس وقتها انه بيشحت، ما حسش خالص انه بيكلم اخوه،
بالعكس حس ان الفلوس اللي اتبعتت دي بقت حمل عليه اكتر من انها مساعده من اخ، وان رساله اخوه متغلفه باللوم والعتاب، بالرغم من ان الوضع اللي هو فيه ده مش بايده. اما اخته الصغيره بقى اللي الناس فاكراها يا ما هنا يا ما هناك، وده تعبير مصري كده بنقوله لما يكون حد مرتاح على الاخر ماديا ونفسيا وكل حاجه، المهم ان هي الوحيده اللي فتحت له باب بيتها وقالت له تعالى اقعد عندي لحد ما الامور تتظبط، ومالكش دعوه باي مصاريف، انا معاك. قعد عندها اسبوع واتنين وتلاته، وكل مره يقول لها انا هعوضك عن كل ده اول ما اشتغل، وهي ترد وتقول له بس يا عبيط انت بلاش الكلام ده احنا اخوات، لحد ما جت اللحظه اللي كل حاجه فيها اتقلبت. الاخ الكبير عزمهم كلهم عنده في البيت زياره عائليه يعني، كانوا قاعدين كلهم على السفره ضحك وكلام وهزار وعمالين يفتكروا ذكرياتهم اللي من سنين، وفجاه وبدون مناسبه الاخ الكبير قال جمله كده ما كانتش وقتها خالص، يعني وسط الجو اللي فيه دفء العيله ده. المهم راح باصص الاخ الصغير وقال له هو انت حليت مشاكلك ولا لسه زي ما انت عمال تشحت من اللي حواليك؟ الاخ الصغير حس ساعتها ان هو اتخبط على دماغه، مش بس كلمه، فحاولوا نتماسك، وهو مش متخيل ان كلمه زي دي ممكن تطلع من اخوه حتى لو على سبيل الهزار، وكمان قدامهم كلهم وعلى الملأ كده. لكن طبعا اخته الكبيره حست بالموقف، فراحت على طول قلبته الضحك وراحت قالت له ايه، بقول لك ايه احنا ما عندناش شحاتين على فكره، وبكره هيبقى احسن مني ومنك. بعدها القعده كلها قلبت بسكوت وغم. الاخ الصغير ما قدرش يمسك نفسه وقام واخد حاجته وراح ماشي، وقال له وهو على الباب انا اسف وانا غلطان اني اتكلت على حد، وراح ماشي. ودي كانت اخر مره يتجمعوا فيها سوا. ومن اليوم ده الاخ الصغير اختفى تماما، تليفونه اتقفل وساب المكان اللي كان مأجره، محدش عرف طريقه. بعد فتره كده تليفونه اتفتح واتبعت منه رساله للاخت الصغيره، كانت بتقول ايه بقى الرساله دي؟ انا مش زعلان منكم ولا زعلان من اخويا الكبير، بس زعلان من نفسي ان نسيت ان المساعده لازم تيجي بالرضا مهما كانت الظروف، وانا غلطت لما اعتمدت على المساعدات اللي كنت باخدها منكم، انا اسف. بعد ما كلهم عرفوا الرساله دي حسوا انهم اتخبطوا على دماغهم، حتى الاخ الكبير. والاخت الكبيره فضلت تعيط كتير جدا على اخوها، والاخت التانيه طبعا راحت تدور عليه في كل حته لكن من غير فايده. ساعتها الاخ الكبير حصلت له صدمه، كان سامع صدى كلام اخوه في دماغه بطريقه غير عاديه. بس بعد فتره طويله وصل لهم خبر ان هو سافر واشتغل بره مصر، وتقريبا كده عمل هجره، مش ناوي يرجع تاني. والنهايه كانت صدمه، مش لانه مشي، لا لانهم فقدوا اخوهم وهم فاكرين انهم كانوا بيساعدوه، والحقيقه انهم ما قدروش يحققوا له الامان اللي هو كان متخيل انه هيلاقيه وهو جنبهم، ومحدش حس بيه الا لما مشي واختفى. فعشان كده بقول لك لو محتاج مساعده اطلبها من اللي هيديها عن حب مش عن واجب، ولو ما لقيتش يبقى احسن لك تدور على رزقك في مكان تاني، وساعتها يمكن تكون في غربه، بس على الاقل مش هتشيل هم العتاب واللوم او حتى نظره الشفقه اللي ممكن تقتلك. وهنا هنقول اسكت، لان مش كل احتياج بيتقال، واوقات بتكون كرامتك اهم من اي احتياج، واللي هيساعدك مش هيستناك تطلب، انت هتلاقيه معاك من غير ما تتوقع. عشان كده بقولك لو وقعت حاول تقف تاني، ويستحسن يكون لوحدك، ما تعتمدش على اي حد، عشان ما تخليش حد ايا كان يشوفك شحات.